مليون. لا بقول لك ما تلعبش على مشاعر 80 مليون. انا بقى هو انا لا يا احمد انتوا اللي لعبتوا النهارده احمد وخسرتوا 3-0 من اسوء فرقه في البطوله. حضرتك ما تلعبش على مشاعر الناس يا احمد انا ما بلعبش، مش انا اللي لعبت يا حبيبي. انت مش واخد بالك اللي حصل في الماتش النهارده. الله يا ابني ما تروحوا تشوفوا، ما تتشطروا على الناس بتوع جنوب افريقيا وتقول لهم الخبر ده جايبينه منين؟ انت حضرتك مش هتحب بلدنا اكتر مننا، احنا بندافع عن بلدنا واحنا كمان بندافع عن بلدنا. لا واحنا كمان بندافع عن بلدنا. طب احنا ليه مش عايزين نتكلم في اللي حصل بس يا كابتن احمد؟ احنا بنفرح بلدنا دي كلها، لعيبه مصر دي هي اللي بتفرح. انتوا النهارده فرحتوا بلدكم كلها، يوم زامبيا فرحتوا بلدكم كلها، يوم الجزائر فرحتوا بلدكم كلها، يوم رواندا هتفرحوا بلدكم كلها. ايه المشكله؟ ايه المشكله خساره ماتش يعني؟ ولا اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص. اقول لك على حاجه خلاص مفيش مشكله يا احمد. انا هديك الكابتن ابو تريكه يكلمك، وده من ضمن الناس اللي اتسرقت. هل يا ترى ده من ضمن الناس؟ لا طبعا لا يمكن ابو تريكه، لا يمكن ابو تريكه يبقى واحد منهم، مش ممكن. لعيبه محترمه. طبعا كل لعيبتنا لعيبه محترمه والحمد لله. في 5 سنين احنا كنا بنقعد ضايع بلدنا بالشهور، عمر ما حصل ده عشان خساره، واحنا ما يدوناش. ده انا وانا والكابتن حسن اتسالنا في المؤتمر الصحفي على موضوع السرقه وما يدوناش عشان ما نحرجش البلد. يعني ايه ما تحرجوش البلد؟ ما البلد احرجتكم اهو. الله ليه ما حدش رد في المؤتمر الصحفي يا احمد؟ يبقى انت كنت المفروض تدافع عننا. ادافع اذا كنت انت ما دافعتش عن نفسك يا احمد. انت يا حبيبي انت واضح انك مش بتسمع. احنا اولادنا ما يعملوش انت ما دافعتش عن نفسك في المؤتمر الصحفي، عايزني انا ادافع عنك؟ احنا مش لعيبه نكسب معلش. يا كابتن احمد ثانيه واحده بس اسمعنا ارجوك. ولو سمحت اي واحد بعد كده لو سمحت يطلع ده قصد، اي واحد بعد كده يحترم نفسه بعد كده. ادي الصفحه الاولى. لا هو بمزاجك، هو بمزاجك، انت بمزاجك. الجرايد اهي قدامك. الو ايوه يا كابتن. ايوه يا كابتن، حضرتك دلوقتي يا كابتن انت بتتكلم على منتخب مصر. منتخب مصر ده شرف لاي لعيب. منتخب مصر اللي كسب ايطاليا، منتخب مصر اللي عمل قدام البرازيل احلى كوره. يا ناس يا جماعه عشان مباراه تقول الناس ناس متجوزه عندها اولادها. احنا معانا كابتن ابو تريكه. ده كابتن ابو تريكه. قول يا كابتن مش هقدر ارد عليك. يا استاذ عمرو والله ما هقدر ارد عليك. يا استاذ عمرو والله ما هقدر ارد ولا هفتح بقي. انتوا سميتوا لعيبه يا استاذ عمرو. الناس دي متجوزه، الناس دي عندها اولاد، الناس دي عندها مسؤوليه. معاك انا ان احنا خسرنا ماتش. مين اللعيبه دي هي اكتر ناس زعلت. الناس لو جيت حضرتك شفت اوضه اللبس بعد المباراه تصعب عليك. ده جنازه يا جماعه. خساره ماشي، خسرنا ماشي، انما يا جماعه ده شرف ناس، شرف لعيبه بتاع منتخب مصر. انتوا هتقولوا كده في مصر. مصر دي احنا بنحبها. انتوا جايين تقولوا ان اللعيبه دي راحت وعملت وجابت نسوان. يا جماعه دي اشرف جيل قرب كره القدم. انا بقول لك انا عشرت، ودي شهاده اسال عنها يوم. يا كابتن محمد انا لا يمكن ارد عليك. لا يمكن هرد عليك. ما انا بقول لك يا استاذ عمرو لا يمكن. عارف انا لا يمكن ارد عليك. انت تقطع في المنتخب مصر، تقطع في اللعيبه، تقطع من الناحيه الفنيه. انا معاك انما تقول في اخلاق لعيبه. يا محمد انا ما قلتش. يا محمد انتوا ليه مش سامعين اللي انا بقوله يا حبيبي؟ الكلام ده انتوا لما هتنزلوا بكره مصر هتلاقوه موجود في كل حته. انا ما قلتش. ماشي اشمعنى انا؟ يعني انتوا اشمعنى انا سايبين الدنيا كلها؟ ده انتوا قعدتوا في المؤتمر الصحفي ما ردتوش يا راجل. ما قلتوش ان انتوا اتسرقتوا. يتقال من جوه البيت. ده انتوا الصفحه الاولى في الجرايد اهي هناك عندكم ما ردتوش عليها. وبعدين حضرتك تسمي ناس، تسمي اللعيبه دي محترمه جدا. انا ما سمي يا محمد، انا ما سميتش لعيبه يا محمد. والحمد لله بنقرا قران مع بعض. على الاقل مش هنخاف من الناس، هنخاف من ربنا سبحانه وتعالى. فما بالك ان انت تختبر ان انت تخسر. ايه يعني ما تخسر مباراه كره؟ ولا اي حاجه ولا لا يا كابتن يعني محمد. فعلا ولا اي حاجه. لا يا كابتن محمد انا مش معاك بقى في النقطه دي. انا بتكلم ايه يعني كنا نخسر بالطريقه دي؟ لا يعني ونص. الو ايوه يا فندم. انا حسن شحاته يا استاذ عمرو. اهلا يا كابتن حسن ازيك؟ ازيك يا استاذ عمرو؟ اتفضل يا فندم. يعني هو ده الكلام يا استاذ عمرو اللي ممكن يتقال على لعيبه مصر. انت دخلت في الموجه كمان، انت كمان دخلت في الموجه. لا كابتن حسن لا ما تقولش ارجوك، لا موجه ولا مش موجه. حضرتك عندك رد هسمعه ومش هقطعك محترمه جدا ومش هقطعك ومحترم عن اي حد فيكم. ومش هقطعك. لعيبتنا محترمه وشرفنا فوق الجميع. أيوة ولا طبعا. حد يقدر يمسه. أكيد. الكلام اللي انت بتقوله وتدخل فنانين عشان يشتموا في اللعيبه وبتاع. انا ما دخلتش فنانين يا كابتن حسن.
احنا ما بندخلش حد. ولا عاوزين نلعب كوره ولا عاوزين نعمل حاجه. احسن برضه يا كابتن. دونا بكل حاجه، الله يخرب بيتكم. ايوه الله يخرب بيوتكم، هي دي الاخلاق الناس اللي بتصلي. انا مش فاهم هم يعني ما حدش عايز يسمع ليه. في نقطتين واضحين جدا يا جماعه، الكلام ده احنا ما جبناهوش من عندنا، ده نمره واحد.